يا مساء الفل والهنا والسعادة. النهاردة مساءنا مساء ايه؟ مساء اليقين في الله والتوكل على الله وحسن الظن. ومساء ايه كمان؟ مساء الراحة. الراحة يا حنان بتهزري؟ قناة طبخ وروتينات وجاية تقولي لنا مساء الراحة؟ ايوه سيبكم من القناة والكلام ده كلام يوتيوبرز. انما النهاردة مساءنا مساء ايه؟ مساء الراحة. ما تغركيش كتر قنوات التنظيف والشيل والحط والرزع والهبد ودهان وي لا، خلونا النهارده بقى نستريح شويه. يلا نشوف هنعمل ايه فيديو النهارده. يلا بينا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده انا عايزه اقول لكم ان انا عملت لكم الفيديو بتاع الفته بتاع اول يوم العيد، وقعدت مرتاحه في مكاني تاني وتالت ورابع وخامس وسادس يوم العيد، ونفسي انتوا كمان تكونوا عملتوا زيي. الشقة متوضبة وخلاص، يعني تعبنا فيها جامد قوي، واللحمة اتعملت بزيادة والاكل اتعمل بزيادة اول يوم. خلاص بقى نقعد وناكل ونعمل حاجات بسيطة بقية الايام. انا بقى النهاردة تقريبا خامس يوم العيد او السادس، مش مركزة. طبعا العيد خلص، ما بقاش في خامس ولا سادس، قصدي يعني سادس يوم من بعد اول يوم العيد. قلت بقى النهاردة الغدا هيبقى ايه؟ خلاص بقى لنا كذا يوم بناكل اكل العيد وخلاص مش قادرين. لكن قلت النهاردة الفطار هيبقى فطير وعسل وجبنة بيضة، ويبقى جميل قوي على كده وشوية. عفوا يا حبايبي. وشوية وقلت هنحلي ببطيخ. وقلت بقى بالليل عاوزين بقى حاجة حرشة كده، لان خلاص معدتنا وجعتنا من الفتة ومن الرقاق ومن اللحمة ومن الحاجات دي كلها. فقلت هعمل فول بقى وادمس شوية فول. عايزة اقول لكم الفول وهو طازة من على وش القدرة كده زي ما بيقولوا بيبقى طعمه ولا اجدعها كباب جه في مصر. كباب بيبقاش فول، بيبقى زبده. فلما بنبقى عاملين الفول طازه كده، هي العشوه بتبقى فول وبس. فول بقى ومخلل وسلطه، وناكل بقى فول وما نشبعش يعني من فضل الله. ولا تقولي لي بقى اجدعها قطعيه لحمه، ولا تقولي لي الفته ولا الجلاش ولا الرقاق. الفول لا يعلى عليه. فانا النهارده بقى مكمله مسلسل الراحه اللي انا فيه. وفي راحة يا حنان في الدنيا اللي احنا فيها دي؟ والله في راحة. ارتاحوا بقى شوية. خلاص نضفنا والبيت حلو وعيدنا على حبايبنا وعملنا اكل حلو، نرتاح. شايفين المواعين دي كانت في الحوض بقالها يجي 3 ايام موجودة في الحوض، وانا سايباها عادي جدا. خلاص تعبت، مفيش مود ان انا اخلي كل حاجة على سنجة 10 زي ما بيقولوا. فقررت بقى النهاردة هعمل حاجات بسيطة جدا. الفول دمسناه ازاي؟ حطينا الفول، انا حطيت 3 اكياس يعني كيلو ونص فول، وحطيت عليهم نص كوباية عدس، وحطيت طماطمتين، وحطيت بصلاية، وحطيت فصين توم، وحطيت جزرتين متقطعين حتت. الوصفة دي اعملوا الفول وانتوا بجد هتدمنوه. بنحطها في حلة الضغط او في القدرة لو يعجبك، في 4 ساعات بالظبط في حلة الضغط هيبقى الفول طالع زبدة. دي اقل وصف يوصف حباية الفول. بنفتح على الفول 4 مرات. في ال4 ساعات دول بنبقى مجهزين ميه سخنه في الكتل، بنحطها على الفول لحد ما يبقى الميه مغطيه الفول تماما. الساعة بقى الأخيرة اللي هي يبقى فاضل ساعة والفول يستوي، اللي بنفتح فيها ونزود المية شوية كمان، ونغطي بقى الحلة، وتفتحي بعد الساعة الرابعة تلاقي الفول خلاص. مفيش أحلى ولا أجمل من كده. كان عندي شوية المواعين الصغيرين دول اتنشطت وقلت أغسلهم، والفول كده بقى خلاص على النار. في الوقت ده كنت أنا حطيت الفطار. فطير كان عندي فطير شايلاه في الفريزر، فطير مشلتت يا دوبك حطيته وسخنته في الميكرويف، وحطيت لهم جبنه بيضاء وعسل، وده كان الفطار. كان فطار جميل وكان فطار مختلف، وكسر حاجز اللحوم والاكلات الجامده دي بتاعه العيد اللي بتبقى صعبه على المعده. وكان حاجه ظريفه جدا، لان الفطير انا بجيبه من مكان بيبقى خفيف قوي. عايزه اقول لكم استمتعوا بالحياة واستمتعوا بالدنيا. استمتعوا بان ربنا صحيتوا من النوم لقيتوا ربنا مديكوا سكن ايا كان نوعه، لقيتوا ربنا مديكم اولاد صحتهم كويسة، لقيتوا ربنا مديكم الصحة والعافية. بصوا دي اول مرة انا فتحته معاكم مرتين، والمرة الثالثة ما صورتهاش. دي كانت اول مرة بعد اول ساعة بيبقى المياه اتشربت بالشكل ده. انا كنت معلية النار على الاخر وبحسب له ال4 ساعات من اول ما الحلة الضغط بتبدأ تصفر طبعا. بصوا المية من الكتل دي مية بتغلي،
وانزل كده العدس اللي بيبقى شبك في الجناب واديله تقلبتين كويسين، وبرجع اغطي الحله تاني واسيبها ساعه كمان، واملى الكاتل وابقى مجهزه فيه ميه مغليه. قعدنا بقى جهزنا شويه جيمز كده نلعبها، وجهزنا فيلم كرتون كده ديزني متين نتفرج عليه. وخلاص انا كل ده بقى بوريكم ان انا دمست الفول، انما انا في اليوم ده ما عملتش اي حاجه غير ان انا كان عندي غسيل هتشوفوا دلوقتي طبقته، وكم طبق في الحوض اللي كانوا موجودين غسلتهم، وعملنا الفول بقى وتعشينا عشاء ولا اروع. الشاهد من الفيديو بتاع النهارده، خرجي نفسك من الساقيه اللي انت مربوطه فيها، لان طلبات البيت ما بتنتهيش، وطلبات الولاد ما بتنتهيش، وطلبات الحياة ما بتنتهيش، واحنا دماغنا ما بتبطلش تفكير طول الوقت. فهوني على نفسك شوية، استغلي الحياة في عمل حاجات انت بتحبيها. دي بقى كانت المرة الأخيرة، يعني أنا في مرة ما طلعتش معاكم في الكاميرا، زودت فيها بقى الفول. بصوا عايزة أقولكم، شايفين شكل الفول أحمر وشكله مفيش جمال بعد كده. وهغطي واسيبه ساعة. المرة الجاية بقى اللي انا هفتح على الحلة، هبدأ بقى ان انا اخرج الطماطمتين في طبق على جنب، واطلع كمان فصين التوم، واطلع كام حتة الجزرة اللي انا حطاهم، والعدس طبعا بيبقى بألف هنا داب في الفول وبقى زي الفل. المهم الأوضة طبعا كانت متروقة ومتنظمة، مفيش فيها مشكلة. كده كده الأولاد بيصحوا يطبقوا الكوفرتات وخلاص الدنيا بتتقضى على كده. أنا بقى كان عندي الغسيل قلت أطبقه، وهو ده اللي أنا عملته في يومي. بقيت اليوم كان وعاد، كان راحة، كان استجمام. ما تستخسروش في نفسكم أبدا أيام الأجازات. جه أجازة يبقى خلاص نستمتع بيها، مش كل ما احنا ياما بتيجي أيام ما بنرتاحش. بلاش في كل مناسبة تكركبوها على نفسكم. أنا عايزة أقول لكم، أنا ما خرجتش بره باب الشقة من بعد أول يوم العيد. يعني أول يوم العيد خرجنا سلمنا على أهالينا، وبعد كده بقى خلاص عملت بيات صيفي في البيت أنا والولاد. يمكن مع أول يوم هخرج كان النهاردة رحنا النادي، قعدنا شوية وجينا اخر اليوم كده بالليل، وده يعتبر اليوم الوحيد اللي احنا خرجناه. غيرنا جو وشفنا الناس. كنت انا بقى ارتحت في البيت شوية، واستردت صحتي وجسمي بقى مرتاح، ومش خارجة مقريفة، وخارجة في وقت فيه تراوة. يعني لما تجيلك فرصة انك تستجمي وتستريحي، ما تمسكيش انت في النكد بايديكي واسنانك، ما تمسكيش في الشغل والشقة بايديكي واسنانك، لا، ادي لنفسك فرصة ان انت ترتاحي زي بقية الناس ما بترتاح. تقعدي مع اولادك، تقعدي مع جوزك، تلعبوا لعبة حلوة، تتكلموا تهزروا وتضحكوا. ولو جوزك يعني ربنا ابتلاكي ونكدي حبتين، استمتعي بحضن ولادك وهزري معاهم وتكلمي معاهم، ابني معاهم علاقات. اوعي في وقت من الاوقات تاخدك الحياة لدرجة انك تبقي ام وبس. لازم قبل ما تبقي ام تبقي صديقة لأولادك، عشان هما دول السند الحقيقي. هما دول لما هتبقي زهقانة هيبقوا هم عيلتك وأصحابك وعزوتك. بصوا بقى خلاص الفول بقى زي الفل. انا هخلي اللون طبعا انتوا شايفينه يشهد على الفول وجماله. خرجت كل حاجة بقى انا كنت حطها فيه من الطماطم والبصل وكله طلعته اهو، كله خرج عشان مفيش اي حاجة تيجي طبعا تضايق الاولاد. وقمت بقى مزودة شوية مية، ما غطيتوش بقى تاني، خلاص سبته يغلي غلوتين كده. كل ما الاقي حاجة سخن مولع مش عارفة امسك الفولاية عشان اوريها لكم. بس عايزه اقول لكم بقى، انا كان نفسي اعزمكم كلكم على الفول ده. جربوا الفول المدمس بطريقتي، ممتاز ومش هتندموا. بصوا الفولايه عامله ازاي، ولا تقولوا لي بقى القشره تخينه، ولا تقولوا لي حاجه. انا نسيت اقول لكم طبعا الفول بغسله، بنقع يا دوبك بس مسافه ما اوضب الحاجه بتاعته، مسافه ما اقشر البصله واغسل الطماطمايه واشقهم من النص واقشر فصين الثوم واقشر الجزر واقطعه. هو ده الوقت. بصوا الفولايه حاجه جميلة جدا. خلاص انا كده قفلت على الفول. اجيب بقى الليمون. انا ده مثلا 1.5 كيلو فول، حطيت عليه 6 ليمونات كبار. عصري بقى ليمون، وما يهمكيش الليمون اللي على وش الفول ده هو اللي هيحافظ عليه بنفس لونه يفضل احمر وجميل. لو وصلتي للجزء ده في الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك،
انا اللايك قليل جدا، واللايك هو اللي بيدعم الفيديو، بيدعم القناة، وانكم تتفرجوا على الفيديوز. وخلوا بالكم الفيديوز دي هي اللي بيبقى فيها اسئلة المسابقات بعد كده، اللي انتوا بتبقوا مش عارفين الحلول بتاعتها، فلما تشوفوا الفيديوز اي سؤال هينزل في المسابقة بعد كده هتعرفوا تحلوه بسهولة جدا. لو اول مرة تشوفي قناتي شرفيني بالاشتراك، بعمل دايما مسابقات وجوائزها جميلة، وان شاء الله باذن الله كل ما القناة تكبر كل ما الجوائز هتكبر ان شاء الله. شوفوا الفيديوز علشان اجابة المسابقات بتبقى من الفيديوز موجودة الاجابة فيها. بصوا خلاص انا بقى وزعت كده، بوزع بالكبشة الليمون كله، وجبت بقى الاكياس بتاعة التلاجة ببقى شاريها دايما باستمرار عندي، وبكيس بقى فيها الفول وبحطه في الفريزر وبخرج على قد استخدامي. طبعا انا بقى في الاخر سبت طبقين كده او 3، هما دول اللي انا قلت لكم ان احنا هنتعشى بيهم. صدقوني اللمة والقعدة الحلوة والقعدة ببال رايق والقعدة مع ناس مش منافقين، ناس ما بيضمروش ليكوا ولا بيخبوا ليكوا الشر في نفوسهم، تتلموا على أكلة بسيطة أحلى مليون مرة من لو اتلميتوا حتى على خروف كامل مشوي. ربنا يا رب يرزقنا الهدى والرضا وراحة البال والطمأنينة. بحبكم جدا، واتمنى تكون الفكرة وصلتكم انك لازم ترتاحي، لازم تغيري مود، لازم توقفي شغل البيت. حتى لو لقيتي الدنيا مكركبة حواليكي عادي جدا، ما يغركوش شكل المطبخ اللي بتشوفوه في القناة عندي دايما متلمع او على سنجة 10. انا مطبخي بيتكركب زيكم بالظبط، والشقة بتتكركب زيكم بالظبط، ويجيلي ايام ما عنديش مود اعمل حاجة وبضرب كل حاجة كده صارمة وبقعد افضي دماغي. يعني ايه، انتي كمان خليكي كده، ما تضغطيش على نفسك في حاجة. اول ما تلاقي مالكيش مود للتنظيف وقفي اعملي حاجة تسعدك. انا عن نفسي اكتر حاجتين بيسعدوني قراءة القرآن والمراجعة على الورد بتاعي، وتاني حاجة على طول اقعد مع الولاد واتفرج على فيلم كرتون. انا مدمنة افلام كرتون، بحب الكرتون جامد جدا. ولادي طالعين زيي ما عدا واحد بس احنا كلنا كده لما بنتجمع قدام كرتون دي اكتر حاجة بنحبها. دمتم يا رب في صحة وهنا وسعادة، ربنا يبارك لي فيكم. ما تنسوش اللايك، عاوزاكم اول ما تشوفوا الفيديو بتاعي تدوسوا لايك قبل ما تتفرجوا على الفيديو، تمام؟ ومنتظرة تعليقاتكم اللي دايما بتسعدني، وقولوا لي اللي بتدمس الفولة بالطريقة دي بنفس طريقتي تكتب لي في التعليقات هي بتدمسه بنفس الطريقة ولا لا، واللي عندها طريقة مختلفة لتدميس الفول وبتبقى ناجحة معاها تكتب لي في التعليقات طريقتها ايه. شايفين شكل الفول حاجة ما اقولكوش بقى بجد، اللهم بارك. يعني هتحطوا عليه بقى الليمون والزيت والملح والكمون والفلفل وكلوا بقى للصبح. دمتم في صحة وخير وهنا وعافية من ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يبارك فيكم ويسعد ايامكم يا رب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.